استحالة تكون أمي ابن سميرة سعيد الذي تبرأ منها 20 عام لهذا السبب، والمفاجأة في هوية والده. وقبل الخبر، اللي لسه ما اشتركش في قناة أخبار الفنانين مع نادين يشترك عشان يعرف كل جديد ويحط اللايك والكومنت. أعادت مواقع مهتمة بأخبار الفن والمشاهير بنشر مقطع فيديو للفنانة سميرة سعيد أثناء تواجدها ببرنامج ميكس ميوزك، وكان معها ابنها شادي. وحكت سميرة عن واقعة بأن ابنها كان يخجل بأن يقول لأصدقائه بأن أمه، وكان يقول لهم هي فقط ربتني. وأكدت سميرة سعيد بأن ابنها لم يرغب في إعلان إنها والدته حتى بلغ من العمر 20 عام. وأضافت سميرة بأن ابنها شادي محترم، وعندما ترفع صوتها بيطالبها بالهدوء. بينما أكد شادي إن والدته تسمع كلامه ومؤمنة بالحوار، وتخلت عن فكرة التعامل معه بالأوامر. وقال إنه يحب صفات جيدة في والدته أبرزها الطيبة وحب الناس. وكانت سميرة سعيد انفصلت عن مصطفى النابلسي والد شادي عام 1998 بسبب عدم قدرته على أن يستقر معها في المغرب، وهي أيضا لم تستطيع الاستقرار معه بأمريكا، فكان الحل الوحيد لهم هو الطلاق. بعد أن تم الاتفاق بينهم بأن تأخذ ابنها شادي معها لتربيته، حيث إنه كان طفل وقتها.